يا جبار بس بدينار، يا جبار بس بدينار. اسمي أسامة رفاعي الندي، من سوريا. عايش بالأردن إلي فترة طويلة كثير. أعاني من إعاقة حركية. هي إعاقتي كانت من الصغر. شلل دماغ الرباعي مما أدى إلى شلل الأطراف. وجينا على الأردن بسن صغير، وكبرنا هون عند إخواننا الأردنيين وعند إخواننا النشامة اللي يستحقون هاي الكلمة. فكنت أنا طبعا متزوج وعندي أطفال، وكنت كمان كل ما أبحث عن عمل، يعني للأسف بعض الناس مفكروا إنه ذوي الإعاقة ما بيقدر يشتغل. فصنعت أنا العمل، وهي بيع فاين، ولو كان الإمكانية قليلة، ولكن لما تفوت على بيتك أنت وتدخل السرور على أهل بيتك وأطفالك فهذا إنجاز. فبالنسبة لي أنا عندي رسالة إنه أقدمها لكل إنسان ذوي همم. الرسالة اللي بدي أقدمها إنه كل إنسان ذوي إعاقة بس بده واحد يمسك إيده ويسحبه، لأنه نحن بنقدر نعمل المستحيل. وأي شاب عم يدور على عمل لا تستنى، أنت أصنع العمل. عندي بنت الصغيرة كمان اسمها شمس، بتعاني من ضعف بالعضلات، وأنا بساهم بالعلاج إن شاء الله تعالى، والله قدرنا إنه يكونوا سعداء بحياتهم. وإن شاء الله بتسكر الكرك بالنسبة إلي كرك العظيم، كرك العزة. كل يوم تقريبا بمشي تقريبا 9 ساعات يوميا في ظل الشوب والحار والشمس القوية وبالبرد، ولكن لحتى أنا أحسن أدي واجباتي المفروض علي والالتزامات اللي علي. طبعا أحيانا بتلاقيني شغال بالفاين، أحيانا بتلاقيني بياع خضرة، أيام بتلاقيني بياع بسطات جرابات خضرة، أيام بتلاقيني بياع ذرة. والحمد لله رب العالمين. طبعا يسمونا الكركية صاحب وجه البشوش، والحمد لله. الله يجعلنا نجعل السعادة بوجوه الناس، ونكون دافع لكل إنسان ذوي إعاقة. نحن بنقدر، وما في عنا إعاقة طوال ما عنا الإرادة والقوة بالله، والحمد لله رب العالمين. ولو كان الدخل قليل، أهم شغلة إنك ما تمد إيدك للناس، اشتغل وأنت بتقدر إن شاء الله تعالى.